أخاطبكم في المغرب، وفي خطوة تستطيع المغرب أن تقوم بها، وأنا أدعو إخواني في المغرب الجماهير القوى الإسلامية والوطنية وبكل اتجاهاتها الفكرية والسياسية أن تخاطب قيادة البلد غيرة على المغرب، غيرة على مصالحه وأمنه، وغيرة على فلسطين، خاصة في ظل هذه الجريمة، وفي ظل الحقائق الخمس اللي شرحتها، وفي ظل انكشاف صورة هذا الكيان. أن تقطع العلاقات، أن يتوقف التطبيع، أن يطرد السفير، أن تطوى هذه الصفحة التي جاءت خارج السياق الطبيعي لدولة محترمة كالمغرب. فهذه خطوة كبيرة، وإلا كيف سيغير قادة أمريكا والغرب موقفهم إذا لم يروا آثارا حقيقية، إذا لم تحرك أوراق القوة في ورقة المصالح الاقتصادية، ورقة العلاقات السياسية، ورقة التطبيع، كل الأوراق التي نملكها في مصالح، في سياسة، في أوراق قوة. إذا اليوم ما استعملناها، متى نستعملها؟ الورقة في المغرب بيدها. الله الله في هذه الخطوة. وإذا وقف الشعب المغربي العزيز سندا لحاكمه يستطيع المغرب رسميا وشعبيا أن يخطو هذه الخطوة بجدارة، يصحح خطأ ويؤدي واجبا، وهذا يكون نصرة حقيقية لأهل فلسطين وضغطا على الاحتلال وأوليائه. شكون هو هاد خالد مشعل اللي من قادة حماس كيطلب المغاربة باش ينقلبوا على الملك، وقال باللي الملك دار أكبر غلطة في حياته ملي طبع مع إسرائيل، وكيقول المغاربة خاصكم تنوضوا وتصحوا هاد الغلط؟ واش بصح أبو عبيدة وجه رسالة للمغرب والملك محمد السادس شخصيا؟ وشنو قال أبو عبيدة على المغرب؟ وعلاش خالد مشعل من قادة حماس خرج في هاد الوقيته بالضبط واستهدف الملك؟ وشنو العلاقة ديال أبو عبيدة وكتائب القسام مع خالد مشعل؟ هادشي كامل غادي نعرفوه في الفيديو ديال اليوم، ولكن عطيني ودنيك وصنت مزيان وعمر شي براد ديالها تاي، وما تنساش تضغط على زر لايك لان المملكه المغربيه كتعرض لهجوم كبير، وبطبيعه الحال بارطاجي الفيديو مع الاصدقاء ديال. خالد مشعل واحد من قاده ديال حماس، وحدين من القاده اللي عايشين في فنادق 5 نجوم في قطر والامارات والاردن، هما ولادهم كيضربوا الدجاج محمر وما لذ وطاب من الطعام، والمقاومه الفلسطينيه والفلسطينيين كيموتوا بالجوع في غزه. يعني باللغه العربيه خالد مشعل واحد من التجار ديال القضيه الفلسطينيه، خرج واحد الخرجه ما مفهوماش وغير محسوبه، هي نيت نفس الخرجه اللي دار ماكرون ملي ضرب زلزال المملكه المغربيه. خالد مشعل من قاده حماس خرج عينيه وكيهضر مع المغاربه وكيقول بوجه احمر ان الملك دار اكبر غلطه في حياته وهي التطبيع مع اسرائيل، وكيحرض المغاربه باش ينوضوا ينتفضوا على الملك ويصحوا الغلط. وكيبان لي ان هاد خالد مشعل مازال ما حفظش الدرس اللي كتقريه المملكه المغربيه، بلي الملك هو الشعب والشعب هو الملك، وداكشي اللي كيديروا سيدنا وكيقولوا الشعب كامل موراه. هاد خالد مشعل اللي كيضرب دجاج محمر وما طاب ولا دا من الطعام في فنادق 5 نجوم محسوب على حركه حماس واسماعيل هنيه، ولفوا البيع والشراء الدولارات في القضيه الفلسطينيه. خاص تعرف بالله هاد الحرب اللي نايضه في فلسطين ومع اسرائيل وفي غزه، راه حماس ما عندها حتى شي علاقه بهاد الحرب، والقاده ديالها ما عندهم حتى شي دور. طوفان الاقصى نهار بدات وخطط ليه كتائب القسام، ما سيقاتش الخبار لقاده حماس حيت عرفاهم كيبيعوا ويشريوا في القضيه. يعني كتائب القسام قلبات وجهها على حماس. الناطق الرسمي ديال كتائب القسام ما عمرو جبت سميه الملك ولا اسم المغرب. ابو عبيده الناطق الرسمي باسم كتائب القسام خرج مره واحده تكلم مع العرب بصفه عامه، وقال الدول العربيه بان المقاومه الفلسطينيه ما كطلبش منهم يحركوا الجيوش ديالهم والمعدات العسكريه ويجيو يعاونوا فلسطين ويتحاربوا مع اسرائيل. قال ابو عبيده انا كنطلب من العرب فقط انهم يعاونونا بالمواد الغذائيه والتطبيب وفك الحصار على غزه، وطلب من العرب والمسلمين الدعاء لفلسطين وكتائب القسام. قاده حماس كيديروا واحد الحرب اعلاميه وتضليل، وكيوهموا المغاربه ان ابو عبيده يستنجد بالمغاربه وكيطالبهم باسقاط تطبيع مع اسرائيل. هاد الخرجه ديال خالد مشعل اللي كيتاجر بالقضيه الفلسطينيه جا من بعد 3 ايام اللي خرجوا جهدين في مظاهرات بمدينه الرباط ومختلف المدن المغربيه، وكيتهجموا على مستشار الملك اندري اسولاي وكيطالبوا باسقاط تطبيع مع اسرائيل. كيبان لي بان الريحه ديال كبرنات الجزائر اللي حشرنا الله معاهم في الجوار كدور في هاد القضيه ومع خالد مشعل خصوصا. الجزائر وفرنسا بوحدهم اللي واقفه لهم الملكيه شوكه في الحلق وكيخسروا فلوس صحيحه باش يحرضوا على الملك. دابا بغاو يستغلوا العاطفه ديال المغاربه والتضامن ديالهم مع فلسطين باش يلقاو شي طريق يدوزوا بها الملك ويحرضوا المغاربه باش يديروا انقلاب على الملكيه. ولكن العقيده ديال المغاربه ما كتزعزعش والايمان ديالهم قوي بالملكيه. والمغربي دابا لا سولتيه من الصغير الكبير غادي يقول لك الشعب هو الملك والملك هو الشعب، واللي قالها سيدنا نموتوا معاه فيها. قضيه التطبيع ولا ماشي التطبيع والعلاقات ديالنا مع الدول كتبقى امر سيادي كيتحكم فيه الملك والدبلوماسي
الدبلوماسية المغربية، حين دابا لعبة السياسة ولات مصالح ومصلحة المغرب فوق كل شيء. نهار ضربوا بنا كلاب وبداو كيتنابحوا علينا في قضية الصحراء المغربية، شكون وقف معنا وعقل علينا؟ فين كانت حماس ملي الجزائر كانت كتسلح البوليساريو؟ وفين كان خالد مشعل ملي كانت الجزائر كتخلص اموال طائلة باش دير المغرب حجرة في الصباط ديالو؟ هي نعم سيدي، حنا كمغاربة كنضامنوا مع فلسطين، ولكن عندنا ملكنا كنقدروه وتايقين فيه. فالسياسة الخارجية الا بغيتو تكلموا فيها وتهضروا فيها، عندنا ملك البلاد اسمه محمد السادس الله يخليه لينا. ونقطة ورجع للسطر. هاد فيديو كان فيه توضيح شكون هو خالد مشعل وعلاش خرج وتقصد المغرب والملك، وهاد فيديو درناه باش نوصلوا الرسالة ان الشعب هو الملك والملك هو الشعب. الى عجبك الفيديو ديال اليوم ما تنساش تبارطاجي مع الاصدقاء ديالك وتضغط على زر لايك.